هل لازم ربط عنق رحم بعد إجراء الحقن المجهري؟ طبعا بعد إجراء الحقن المجهري وحدوث الحمل بتكون فرحة كبيرة جدا، وبيكون في خوف وترقب شديد للحمل ده. والخوف ده بيبقى مصدره ان البيبي ده المفروض ان احنا منتظرينه بقالنا كتير ومش عايزين اي حاجة تحصل نكون قصرنا فيها، فبنلجأ دايما لبعض الحاجات اللي ممكن ما يكونش لها اساس علمي واضح علشان نحافظ على البيبي ده. من ضمن الحاجات اللي بنسمعها كتير وبتطلب مننا في العيادات: يا دكتور بعد اذنك انا عاوزة اعمل ربط عنق رحم علشان ما يحصلش اجهاض. عايز اقول لحضرتك ان مش كل حقن مجهري يلزمه عملية ربط عنق رحم. احنا بنعمل ربط عنق رحم فقط في الحالات المنصوص عليها علميا. ايه هي الحالات دي؟ عندنا لما يكون عنق الرحم نفسه ابعاده اقل من الابعاد المطالب انه يكون موجود بيها. رقم 2، لما بيكون عندنا تاريخ مرضي لولادات مبكرة او اجهاضات حصلت قبل كده في اشهر معينة. غير كده في الحقيقة العالم كله دلوقتي بدأ يقول ما نربطش عنق الرحم روتين بسبب ان الحمل مثلا حمل توأم او بسبب ان ده حمل في حقن مجهري. وزي ما عملية ربط عنق الرحم ليها فوائد هي برضو ليها اضرار، عشان كده احنا المفروض ما نلجأش للعمليات دي الا في الضرورة او في الاوقات اللي حددها لنا العلم بالظبط والحالات اللي حددها العلم ونص عليها.